لو انت متابع جيد للسوشيال ميديا في الفترة الأخيرة فانت أكيد لاحظت الحملة اللي معمولة من المصريين على الممثل الأمريكي من أصول أفريقية كيف هارت، واللي المفروض هيكون ليه عرض مسرحي في مصر خلال شهر فبراير اللي جاي. وإعلان العرض اتعمل من هنا وعينك ما تشوف الا النور، ومن بعدها كتير من الدعوات اللي بدأت تظهر على السوشيال ميديا لإلغاء الحفل، بل لمنع دخول كيف هارت أصلا لأراضي مصر. طيب يا جماعة يعني بالراحة بس، الراجل زعلكوا في ايه؟ وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي، فمن غير رغي كتير أهلا بيكم في فيديو جديد. لو حبيت اجاوبك على سؤالك باختصار هقولك ان كيف هارت منتمي لحاجة اسمها الافرو سنترز. ايوه يعني مالهم دول؟ يعني ملحدين ولا مالهم؟ الافرو سنترز يا صديقي هم باختصار مجموعة من الناس بتروج لحاجة اسمها المركزية الافريقية. ايوه ماشي، فين المشكلة يعني؟ في النهاية ده راجل ضيف جاي يعمل حفلة وهيمشي تاني، المفروض ان احنا نضيفه احسن من كده. طيب قبل ما تقول وجهة نظرك خلينا في الاول نعرف مين هم الافرو سنترز. اولا خليني اقول لك ان المركزيه الافريقيه ملهاش اي علاقه بافريقيا عكس اسمها ما بيقول، بل انها بتتمركز بشكل كبير حول الافارقه السود اللي من جنوب الصحراء الكبرى، واللي بيسميها البعض المركزيه السوداء. المهم ان الحركه دي او الجماعه دول كان اول ظهور ليهم في الخمسينات، واول حد اتكلم عنهم شيخ اسمه انتا ديوب، واللي كان بيقول ان انجازات الحضاره الاوروبيه بيرجع اصولها للحضاره المصريه القديمه. وده يا اسطى باختصار لو انت مش فاهم ان هو بيقول ان احنا كمصريين موجودين حاليا على الاراضي المصريه ما احناش اكتر من محتلين لحضارتهم الافريقيه. لا ثواني، انت متخيل؟ لا استنى قبل ما تتصدم خلينا اكمل. المشكله ان الموضوع ما وقفش بس على مصر، ده كمان بيروج ان اللي فتحوا الاندلس من اصول افريقيه ومن اصول العرق الاسود، بل ان المنتمين للافرو سنترز كمان بيروجوا ان الانبياء كان اصولهم افريقي ومن اصول سوداء. انت متخيل؟ والله زي ما بقول لك كده، كل الانبياء بقى بلا استثناء من اول سيدنا موسى عليه السلام لحد سيدنا عيسى عليه السلام لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا دول كمان اصدروا كتاب تحت عنوان رسل الله السود. المشكله الاكبر ان الموضوع ما وقفش بس لحد كده، بل ان هم فضلوا يكبروا ويروجوا للموضوع بشكل كبير. فتلاقي جامعه زي جامعه اكسفورد بتستضيف مغني راب من اصول افريقيه علشان يشرح للطلبه ازاي احنا كمصريين محتلين للحضاره المصريه القديمه، وإن المصريين الحقيقيين سود البشرة من أصول أفريقية. وبيوصل الموضوع إن فنانين كبار بيبدأوا يروجوا للموضوع في أفلامهم وأعمالهم. طبعا ده غير الإنتاج الفني اللي بيساعد في الترويج للفكرة بشكل كبير علشان يساعد في انتشارها أكتر وأكتر، زي مثلا إن هم يصوروا كليبات يكون المطربين فيها من أصول أفريقية ولابسين لبس المصريين القدماء، أو ظهور ممثلين سود لتجسيد أدوار الملوك المصريين القدماء. واللي كان اشهرهم فيلم الانيميشن اللي اتكلم عن الملك توت عنخ امون واللي ظهروا فيه الملك اسود البشره. وكمان عندك مسلسل زي افريكان كوين واللي هيكون من بطوله الممثل الامريكي من اصول افريقيه ويل سميث، واللي هيشاركوا البطوله مراته، واللي هيتعرض على واحده من اكبر المنصات العالميه نتفليكس. وطبعا هيكون اكتر من سيزون وكل سيزون بيحكي قصه ملك مختلف، وطبعا هيبداوا بقصه الملكه كليوباترا. لا معلش ثواني بقى، يعني انت متخيل المصيبه؟ متخيل ان يكون تاريخك بيتسرق عينك؟ لا والمصيبه الاكبر ان التاريخ بتاعنا يكون بيتحكي بلسانهم. لا والمشكله الاكبر ان في احد المصادر قالوا ان احنا كمصريين مش مسموح لينا ان احنا نفحر فيما بعد في مقابر اجدادهم. وات؟ باختصار وعشان ما اطولش عليكم، فهيكون المطلب بتاعنا الفتره الجايه هو دعم كبير لالغاء حفله كيف هارت في مصر الفتره الجايه، واللي المفروض تتعمل في شهر فبراير اللي جاي. هاشتاجات بقى وتويتات وبوستات على فيسبوك، عايزكم تقلبوا الدنيا. ولو انت يوتيوبر وناشئ محتوى اتمنى ان انت تعمل فيديوهات وتتكلم عن الموضوع بشكل كبير علشان تساعد الناس في فهم الموضوع وان هم يفهموا ان قد ايه حضارتهم المصريه بتتسرق. ولو انت او انت اب حاول دايما وبشكل كبير تعرف ولادك عن الحضاره المصريه، لان احنا داخلين على حرب كبيره هيكون هدفها هو طمس الهويه المصريه. وزي ما اتكلمنا عن دور السوشيال ميديا في ان هي تواجه حمله زي دي، وكمان اتكلمنا عن دور الاهل سواء اب او ام في ان هم يساعدوا في معرفه اولادهم بالحضاره المصريه، فما ننساش نتكلم كمان عن دور المدرسه واللي هيكون ليها الدور الاكبر والمهم، لان هي بتساعد بشكل كبير في معرفه الحضاره المصريه سواء عن طريق المناهج الدراسيه او عن طريق الرحلات اللي بتطلعها للاماكن الاثريه من وقت للتاني، واللي هيكون ليهم طبعا الدور الكبير في معرفه اولادنا لحضارتنا المصريه الكبيره
والعظيمة. والأهم من كده طبعا إن أنت لو عايز تعرف أكتر عن حضارتنا المصرية فما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو وتعمل لي فولو على صفحة الفيسبوك، وتستنى الفيديوهات اللي جاية واللي هنعرف فيها أكتر وأكتر، نحاول نتعرف فيها أكتر وأكتر عن حضارتنا المصرية القديمة. وشكرا، واشوفك في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.